سعرها تخطى 100 مليون جنيه. عماد زيادة يثير الجدل بسيارته الفارهة. في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. أثار الفنان عماد زيادة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد شرائه سيارة بوغاتي فيرون جراند سبورت بسعر تخطى 100 مليون جنيه. ونشرت صفحة إكزوتكس إن إيجيبت المهتمة بالسيارات الفاخرة في مصر صورة لسيارة بوجاتي فيرون، كاشفة أنها وصلت الميناء وهي ملك الممثل عماد زيادة، وبعدها نشرت فيديو للسيارة في مراسي. سيارة بوجاتي فيرون جراند سبورت هي واحدة من أصل 40 نسخة فقط في العالم، سعرها 1.7 مليون دولار، أي تصل إلى 100 مليون جنيه مصري بدون احتساب الضرائب أو الجمارك أو الرسوم. وتعتبر هذه السيارة هي ثاني سيارة بوجاتي تدخل مصر بشكل رسمي بعد سيارة رجل الأعمال ميشيل في التسعينيات. وما لا يعرفه البعض أن عماد زيادة فنان ورجل أعمال، ولم يعتمد على الفن كمصدر رئيسي لرأس ماله، ولكنه شغوف بهذا المجال وسحر السينما والتلفزيون. وعلى الرغم من أنه منتج أيضا، لكنه رفض إنتاج أعمال له يتصدر بها البطولة. وظهر رمضان الماضي بسيارته الفارهة في مسلسل نعمة الأفوكاتو.